واحد الراجل في واحد القريه ما بين فاس وتاونات. هاد القريه عرفتها ومالها عرفتهم، ولكن نقول لها قريه بلا ما نسميها، لان ديك القرى الصغيره الا هضرنا على فاس قلنا واحد السيد فاس كبير، الناس قدهم يعرفوه ما يعرفوش، حضروا ديك القضيه ما حضروش ديك القضيه. حتى تشوفوا دابا في الجرائم اللي تنقول ديما تيدخل واحد تيقول هذه راه كانت عندنا حنا في بلادنا، هذه راه كان فيها ولد فلان هو اللي دارها، او كذا كذا. مزيان. بالنسبه للقريه، لان باقيين دوك العائله ديال القريه عايشين تما، كاينين تما، والقريه صغيره غيوقع عليهم واحد الهجوم ديال الناس يسولوهم واش على باك هضر، واش على اختك هضر، واش على ممكن. عندنا قريه صغيره بلا ما تسميوها باسم ديالها، شي بحال المدينه. هذه كانت قريه ما بين تاونات وفاس. هذه القريه هذه واحد السيد رجل عادي، هو ما عندوش الفلاحه، واخا هو ساكن في قريه فلاحيه تعتمدوا على الفلاحه. كان هو تيبيع ويشري في السواق، كان بيع شراي، وكان رجل قاد بالبيع والشراء ديالو، تيبيع في البهايم، تيبيع في الزرع وقت الزراعه، تيبيع في الفواكه، رجل سبايبي بيع شراي خدام. تزوج واحد المراه، داك الزواج اللي تنقول الزواج العرفي، الزواج اللي عرفي بلا كاريط، ولكن داك الزواج كما تنقولوا ديال الفاتحه، تيتجمعوا وحدين من القبيله تيجيو تيجلسوا، فلان راك تزوجتي فلانه، امين، دعيو معاه، هزوا يديكم، الله يكمل عليكم، الله يدير لكم، الله يعطيكم التركه، الله يعطيكم كذا 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 كذا، صلاه على النبي. هذاك هو الزواج العرفي. اللي الان الزواج العرفي خدام المسؤولين في البلاد الحمد لله في المغرب خدامين تيحاربوه، لانه الزواج العرفي تيتزوج وحده عرفيين ما كاينش بلا كاريط، فوقاش يبدا المشكل تيبدا متولدوا الدراري، والدراري خصهم الوراق باش يتسجلوا في المدرسه، وخص باش يتسجلوا في الحاله المدنيه، خاص مشكل تيوليو في ثبوت الزوجيه. عاود ما يكون في النهار الاول العقد ديال الزواج تيولي حتى تيتزادوا الدراري تيولي غير ثبوت الزوجيه، عاد تيصاوبوا ثبوت الزوجيه. والحمد لله راه وزاره الداخليه كانت قامت بواحد المجهود كبير، داروا العدلان في القيادات، وداروهم في الاسواق، وداروهم في القرى اللي تيحاربوا بهم ذاك الزواج العرفي، تيعيطوا على الناس ما عندهمش كاريط تيصاوبوا لهم الكاريط. ولا باقا هذه العمليه باقيين بزاف ديال القيادات، بزاف ديال القرى باقا هذه العمليه غادا ديال نقولوا محاربه الزواج العرفي، انه الزواج العرفي في هذا الوقت ديالنا ما خدامش شيء، كان بكري ما دابا ما يصلح شيء. هذاك السيد كان تزوج واحد السيده زواج عرفي، تزوج معها وبقى معها، ولدت ليه بنيه، والسيده مسكينه من القريه ديالو وداك الشيء، وهذا هو بيع شراي في السواق. دوز ديك البنيه دارت واحد العامين، ولدت ليه بنيه اخرى. الراجل تعرف دوك الناس ديالنا ديال البوادي وديال القرى وداك الشيء، وكاين حتى في المدن الناس اللي تيبغيو لا بغى الولد بغى البنت، الا ولد مثلا كاين اللي تيولد البنت الاولى والبنت الثانيه والبنت الثالثه تيقلبوا على الولد، بحال تيقلبوا على شي بلاصه غير لقاو تيقلبوا على الولد. زيد الرابعه، عرفت انا واحد السيد هضرت معاه واحد المره بقى تيقلب على الولد، توصل 9 ديال البنات هو تيقلب على الولد، والولد كان بكري فاش كان الولد وكان الفلاحه تيعاون باه في الفلاحه، يعاونوا في البهايم، هو الدرع عليه من ديالو. اليوم الولد اش غيدير لك الولد اليوم؟ تا يتزوج تيزيد مع الطريق تيمشي في حالته. قليل اللي تيبقى بجنب والديه وتبقى جنبه وهذا ومعاونهم وغادي معاهم، قليل. كاين في الصناعه التقليديه واخا كاين شي دري تيورث الخدمه على باه تيولي يخدم الصناعه التقليديه، كاين بعض الناس فلاحه اللي ولادهم تيعاونوا، ولكن الاغلبيه دابا الدراري مابقاوش بحال بكري بقاو نقلبوا على الولد. اليوم النفع اللي في الولد في البنت، ونقدر نقول البنت اليوم ربما واحد يتمنى يولد بنت اليوم في هذا الزمان هذا، انا تنقول، وما بقاش نفضل هادو على هادو، وانا تنقول. ولكن ذاك الراجل بغى الولد، الراجل ديال العروبيه وهذا بغى الولد، ولدت لك الكبرى الاولى بنت، الثانيه بنت، هو يسوسها ساسها. كان هو تيمشي للسوق، وكانت واحد المراه تبيع وتشري في السوق، حتى هي تبيع الحوايج، تبيع عادي، وكانت تتفرج حداه في السوق من تيحط هو ديك السلعه ديالو، كانت تتفرج حداه. هو كان يبيع ويشري في الزرع، وكان تيبيع ويشري في الخضره، ولكن حدا ديك المراه تعرف مع الوقت اللي ولا تيبيع بالبال. شنو هو البال؟ هما ديك الحوايج القدام، الحوايج ديال البال اللي الناس كلهم تعرفوا ديال البال، والحوايج تيجيبوهم
تيقول لي بفرنساوي فري بري. الفري بري هما الحوايج لو تدفعهم تاخذهم من اوروبا وتدخلوا على المغرب في البلاط، وانا ما عرفتش كيفاش واش تعطيهم اعانه ولا يبيعوا يشريوا فيهم. ولكن هذاك البال هو ممنوع، هو ممنوع. الديوان عندهم حق يحزوه هذاك البال، واخا تيدخل كونتربوند عندهم حق يشدوه يحيدوه. ولكن كاين في الاسواق وعايشين به الناس، وعايشين به الناس بزاف. ما كاين ما نقولوا ماشي شي حاجه اللي هي حرام مثلا في الدين ولا حاجه، بيع وشراء. اذا كان تيسوق اقتصاد هذاك الشيء هضره اخرى. ولكن هذاك السيد كانت هي خدمته تيبيع البال، الحوايج ديال البال، وهي تتبيع البال، تتبيع هي حوايج هي ديال العيالات. دوك تتبيع فوطات فولارات سراول ديال العيال ديال الصوف. تعرفوا العيال كيفاش تيبيعوا. وقعت واحد المعرفه بينها وبينه، تجي تتلاقوا في السوق بجوج تتفرج حداه لاباس بخير، اش نجيبوا اتين نجيبوا هذه. وطلعت معاه في الهضره وتعرفت معاه مزيان وعرفاته بخير، هضرته بانه مطلق مراته وتيقلب على شي بنت الناس. هي عندها واحد البنيه في الدار بنتها، هو الراجل هي بانت لها فيه، حيت هو مع ذاك البار والبيع والشراء وكذا، ومع هذوك الخدامه تخدموا معاه، بانت لها راجل لا باس عليه تتشوف فيه هي. وقالت لهم مالك ما تزوج واحد بنتي، هي عندي يلا هذا السوق الجاي غتجي تشوفها هنايا. دابا انا كيما تنقول الناس تيقول لك هذه الهضره هذه كانت في السوق، واستخرج واش هذه دارت في المسطره، هذه قالت في المسطره ديال البوليس، قريتها انت في المسطره. انا قلت لكم الحمد لله هذه من القضايا اللي عرفت المسطره ديالها، وهضروا لي السجناء اللي كان معاهم في الحبس، اللي دوز معاهم 3 سنين و4 سنين. ذاك الحوار تيهضروا كامل، تيعاودوا كل شيء تيعاودوا. كان تيهضر بحال هكا تيعاود لي علاقته بديك المراه في السوق. قالت لي راه عندي واحد بنتي وهذا ولا بغيتيها وكذا وطاطا. باش نقول لكم انا تنعاود القصه ما هو مسطري وهو ما سمعته من السجناء ومن الناس الموظفين ديال السجن الله يكثر خيرهم اللي تيساعدوني وتيعاونوني في هذه القصه اللي ما عارفينها. الحوار اللي كان تيدور داخل السجن ما بين الناس، وانا تنبحث على هذه المساطر هادو، تنبحث ونزيد نتعمق وما تنقراش. ما تنلقاش شي واحد كان مشدود معاه، الحبس اللي كان مشدود فيه كان فيه ولد فلان تمشي نتقرب ليه وتنعاود نجبد معاه اش قال داك السيد في الحبس. هذا السيد هذا كما قلنا طار مع ديك السيده، وديك السيده عرضت عليه بنتها، وواحد المره قالت لي السوق الجاي غادي نجيبها. السوق الجاي جابتها جلست حداها، خلص هو اتاي الكفته ودار الغداء، شاف البنت، والبنت ما غتجيبهاش امها مخرمزه، جابتها شويه منقيه وقدت لها الحاله، وهزي عينك وحطي عينه وما تشوفيش فيه بزاف باش يحشم وكذا وكذا وكذا. مسكينه العربيه جابها، شافها هو، شاف البنت صغيره والراجل كبير في العمر، راه فايت الستينات. وقال لها صافي هذيك البنيه منها ما نطلق والو، والله ما نتفارق معاه صافي. ابدا من تيسالي السوق تيمشي عندهم الدار محزم، تيمشي هز معاه المقديات وهز معاه كذا هاو. امها تاهي شويه تتعاون في ديك اللعيبات، اجي عايشه هزي ولا اجي افطومه، هزي الصينيه، اجي اعطيه الماء فطومه فينك اعطيه الماء باش فطومه تخرج. ايوا هو الناس اللي تيبغيو يجوجوا شي بنتهم تبقى يسخروها بزاف قدام البراني ياك، تيبغيو يجوجوا شي بنتهم حاطينها في طريق الزواج تكثروا عليها السخاري باش دوك الناس يجيو يشوفوها، تيبقى يخرجوا ويدخلوا باش يقول لها شكون هذه البنيه الصلاه النبي راه ديال الزواج باش مزوجه لا كذا هكا يجيب الله التيسير. هي بقات تنقز البنت قدامه صافي، واتفق مع المراه قال لها شوفي هذه البنت بغيتها، ولكن داروا واحد الزواج ديال الفاتحه كما داروا جدودنا وداروا الاولياء ديالنا وداروا كذا كذا وهذه. هو غلب عليها بهذه الطريقه ديال ندير زواج فاتحه، لانه زاد قال لها انا ما عنديش الكارني وهي ما عندهاش الكارني، والدريه باقا ما وصلت شيء 18 بدون ما غيبغيو سنين، اللهم ندير الفاتحه ديالنا وهذا، وهي دابا عندها 16 ولا 17 ونتكونوا على الله وهذا. اخرى ما بغاش تفلتوا، قالت لي ولا الضالين امين. واحد النهار ناض وجاب واحد الحولي وذبحوه وداروا الطلبه في واحد البيت،
وجيرانهم تما في الدوار، ذاك الدوار ديال ديك المراه، ماشي الدوار ديال ديك المراه، عرفوا شنو كاين وجاو الناس وداروا الفاتحه والله يعمر. وقال لها دابا البنيه بقات معاك، عارفيني انا عزري، انا دابا من طلقت المراه راه ذاك الدوار انا تمشي هذاك المحل تنعس فيه تما ولا نعس عند اهلي وصافي. البنت عندك هنا وانت غاب وحدك انت والبنت، بغاتكم نزيدو نكبروا المحل نديروا واحد بيت لهيه وهذا ونعيشوا. قالت لي مزيان واخا. بقات يجي عندهم الدار، بنا واحد البيت تما وقادو زاد كبر، تعرف ذاك البني ديال الباديه شويه رخيص، كبر بيت وصابو وهذا، جاب التلفزيون وجاب المسائل وجاب الثلاجه ودوك الناس عندهم الضوء، وتبدلت الحياه. وصل عندك الشريفه قال لها شوفي داك السوق وتمشي للسوق وتجي من السوق هذا ما عندك ما تسوقي فيه، اش تجيبي منه؟ 100 درهم 50 درهم. قالت لي قال لي الدريه، جالسي بنتك هنا في دارك. بقات مرا جالسه في دارها والراجل تيخدم، بقات الحياه غدا عاديه. ولاد البنت الاولى ولاد البنت الثانيه، خلينا باش ما نتلفوا شيء. ولاد البنت الاولى ولاد البنت الثانيه، حنا ما بغيتش نقول السنوات فوقاش عمرهم بلاتي. ولاد البنت الاولى ولاد البنت الثانيه، ولكن واحد المشكله كانت عنده كبيره مع هذيك نسيبته. هذيك نسيبته عنده واحد المشكل كبير. نسيبته تتبغي تحل محل مرات مع بنتها صغيره، هي تتكلف، هي اللي تقول لها بنتها تشكي عليها وهي تتهضر معاه. وما شتيش اللي قالت لك البارح، وما شتيش كذا انت مالك مع البنت درتي لها ودرتي لها كذا. وبعض المرات تقول لي هضر معايا انا، هذيك البنت ما تعرفش لك، انا اللي نعرف لك، انا اللي عارفها في عينك في السوق وعارف كنت اش تتسوى، واخذ عليه معلومات من السوق وعليه شويه عينه خضراء كما تيقولوا، وعارفه في السوق عنده شي صحابو تيبقى يقصر معاهم، تيمشي عندهم مره كان شي قصيرات تيشرب فيهم وكذا معاهم، عارفاه. وهي بغات تردو للطريق طريقتها، وهي ولات جامعه كل شيء، بغات تحكم فيه وتحكم بالبنت، وتعتبر بنتها صغيره وهضر معايا انا اللي مرا قدك هضر معايا، وتدخل فيه في شموق بزاف. كاين هذا النوع، ندير واحد الخرجه، كاين هذا النوع ديال العيالات. كاين شي عيالات اي مناقشه وقعت ما بين الرجل ومراته تدخل الام، عرفت تسمع انت هضر معايا انا، هذيك ما تعرفش ديك، وقولي ليه جر بنتها، قولي ليه الا جا قول ليه كذا، وتتبقى داخله ما بين الراجل ومراته وتتسيطر. انا عرفت واحد السيد عاود لي واحد القضيه واحد المره، قال لي انا عندي مشكل مع نسيبتي. قال لي خي قادر نقول لك من المشاكل اللي عندي مع هذه النسيبه هذه. قال لك الا مشى هو ومرته وشراو صباط ولا شراو جلابه ولا شراو شي حاجه لمراته، من تجي تقول لها ما ومالك خديتوا هذا اللون هذا، ما لقيتوا هذا اللون، انت ما تعرفيش هذا اللون هذا ما خديت ديال الصباط، هذه الجلابه درتيها خديت الجلابه بيضاء كذا. وديك مرته من ديك الساعه تتولي ما تقبلش تقول لي لا خصنا نمشيو نبدلوه نبدلوه. الا جابوا الجلابه اتفقوا عليها بجوج وعجبته هو وما عجبتش امها غدا تصحوا يبدلوها. تو لي ديسيزيون تخرجوا جميع التعليمات تخرج من الام، هي اللي مكلفه. تلقى البنت مسكينه بحال بوسيسيون بوسيدي بارسال، شاده هذيك بحال مسكونه من الوالده ديالها، مسكونه ما تقدرش تهضر قدامها، وما تقول بنتك حزين اللور وتتقابل هي النسيب، سمع انت راه كذا شوف الله يرحم باك كذا. حنا قلنا على السيد العوديه الا شراو الحاجه بالعشق ديال بجوج تدخل الام تقول لها شمن حوايج شريتي وهذا، وهذه خطيره بزاف وتسبب بزاف المشاكل. تولي اولا ذاك الصغر ما تيحملش نسيبته، تدخل ليه مع مراته ما تيحملهاش. وعلاش شي وحدين تيبقى يقولوا في ذاك المعنى ديال الضحك ديال الشارع، تيبقى يقول الله يعطي نسيبتي كذا الله يعطيها شي مصيبه، اما كنسيبتك سعداتك شي الهضره هذه ديال الكراهيه النسيبه. علاش كيكره النسيبه؟ لان دوك النساب اللي تكون تدافع على بنتها كثر وتتهاجم نسيبها، وتتهاجم وتتبقى تقري بنتها وتعطي بنتها التعليمات اللي تتبقى تيبان الراجل نهار تتفضح تيبان تقول كل شيء من امك. شحال واحد طلق مرتي وكان سيدي مرتي مزيانه، ولكن ديك امها يا خويا مصيبه كحله، ديك امها دارت ما خلاتناش نعيشوا ما كذا. وحتى بالنسبه للرجال
كان شي راجل موت داخل في السوق، حتى المراه مرته تتكرهو تقول لك سيدنا رجل الله يعمر هذا غادي كمو ما خلاتناش نعيشوا. والوالدين تيسبوا في الطلاق وتيدخلوا السباق ديال هادو ما سبوش في الطلاق، ما سباتش في الطلاق البنت تاع هذاك، سبات في حاجه كثر من هذا الشيء، كثر من هادشي سبات فيها، ولا تيكره هذيك نسيبته، ولا تيكرهها، ولا تيقول لمرته قول لي تدخل سوق راسها قول لي هكذا قول لي هكذا لو كذا حنا غنرحلوا من هنايا. امها واقفه هذيك القضيه ديال الرحيل ما ترحلش، بنتي تبقى معايا، بنتي باقا صغيره، بنتي كان خصها يعاونها في الدريه بنتها فاش ولدت الاولى، خصها يعاونها في الدريه الثانيه، وبنتي دايره وبنتي ما خلاتو الحد يمشي في حاله، ما سكتاتو، ولا واحد التطاحن ما بينه وبين نسيبته، جر مراته جر بناته ولاو تاكلوا بوحدهم، خلات امها بوحدها تاكل ليه في دارها، عايشين في مسكن واحد. هذا الشيء ما بغاش يتحد، وهذا الشيء ما بغاش يسالي، وبقى ديك اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، حتى لواحد النهار كبرات القضيه، قال لي اسمعي انا غنس حوايجي، بغات بنتك تبعني يا تبارك الله، ما بغاش تبعني الله يعاوني يعاونك، انا درت فين غنمشي نسكن صافي ما نبقاش هنايا، صافي على النبي. مشيت قلبت ودبرت وغنمشي، قالت لي فين غتمشي؟ قالت لي مشي شغلك، انا غندي مرتي وغنمشي في حالاتي وندي ولادي او ندي بناتي الله يهنيك. ديك الساعه كانت واحد البنيه عندها عام، واحد البنيه عندها 3 سنين، عام و3 سنين، ولات عمرها تفهم شويه، و3 سنين تفهم شويه. واحد النهار جا هو للدار، جا من السوق وقال لها فين مشات المراه؟ هي في المراه فاش كان غادي يمشي للسوق قالت ليه انا غنمشيو معروضين عند واحد السيده، قال لها لا هذيك ما تمشيش عندها، قالت لي علاش ما نمشيش عندها والسيده من عائلتنا؟ قال ما تمشيش عندها، انا مرتي ما بغاتش تمشي، سير انت اللي بغيتي تمشي. لما جا سول على مراته قالت لي نسيبتها مشات معروضه، قال لي كتا ما تمشيش، قالت لي تمشي بنتي تمشي، قال عاود ما تمشي انت مشي حتى هي، انا كتا ما تمشيش. وقع نزاع على هذا الشيء هذا، بداو تيتخاصموا. فين بداو تيتخاصموا؟ عندهم واحد الجرده ورا الدار كبيره داير بها القصب، حسب محضر معينه دار بها القصب، وهذه خدموها الدار الملكي يعني باش نكونوا مقادين في هذا الشيء هذا، وفيها القصب. والدار هي كانت تقضي شي شغل، عندها شي قزبر زارعه شي قزبر وشي نعناع وشي شي في ديك جاردان لا ميزون كما تيقولوا ديك الجرده ديال الدار. وكانوا البنيات بجوج واقفين تيسمعوا مراهم تيتخاصموا، والبنيات في واحد القنت واقفين بجوج، ولكن ما بينهم وما بين الاخرين واحد القصب، الدريات كانت تتفرجوا فيه من القصب، خدام تيتخاصم مع نسيبته. ونسيبته عندها زباره، تعرفوا ديك الزبارات ديما تنقول الزبارات ما تنحملهمش، الناس الجبل تيخدموا بهم، الجبل تيهزهم في يديهم تيرعاو بهم، لانه اداه ديال الفلاحه تيعاونوهم تيقطعوا بهم العواد، ولكن خايبين ديك الزبارات ماضيين. دايره عصا ودايره خارجه منها واحد بحال المنجل، الناس اللي ما تعرفوش هي الزباره راها خشبه وخارج منها بحال المنجل، وهي منجل بعصا ما بغينا نقولوا خايبه. قالوا بها الربيع تدير بزاف د الحوايج، هو ياخذ هذاك الزباره هو يدور معها طاف، ضربها العنق وعاودها طراف، البنات شافوا داك الشيء تيضرب فيها هربوا ودخلوا تخباو، هو من قبلها رمى ديك الزباره تما في عيد المكان ودار، هو يسحاب له البنات ما كاينينش، البنات ما شافوش، البنات ما خرجوا ولا خرجوا شي بلاصه تما، دارش في الدار ما شاف والو، شاف الاخرى طايحه، اجمع باليستو اجمع اوراقيه دار فرط سلت وزاد مع الطريق. المراه من جات لقات امها ميته، ناض الهوات ناض الصداع، استدعاء الدرك الملكي، جاو الدرك الملكي كذا 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 كذا، جاو شكون اللي يمكن يدير هذا الشيء، شكون اللي غيدير هذا الشيء، سولوا ديك البنيات قال لهم با اللي ضربها. البنيه عندها 3 سنين قالت لهم هو اللي ضربها، كنت انا واختي صغيره، اختي صغيره عندها عام، تقول لها شتيت؟ تقول عام شنو هو؟ الكبيره عندها 3 سنين، اكدت لهم بانه با اللي قتلها. فين هو با؟ مشى وما يعاودش بان،
وقلبوا الجندرم تاعيه ما بانش، لانه ما عندوش هويه وما عندوش لاكارت ناسيونال، وما مصاوبش لاكارت ناسيونال، ما مصاوبش الهويه. وذاك الوقت كان الاعتماد على البطاقه الوطنيه، سيرتو في الجرائم في البصمات وفي كذا. دابا الحمد لله مابقاش الاعتماد على البطاقه الوطنيه، تكون عنده ولا ما تكونش عنده، والله المجرم تيحصل الحمد لله، بقى ما تكونش عنده. وهرب ومشى الطريق ومشى في حالته، فين مشى يسباري ما كاينش. سولو شي هلو تما كان عنده شي عمو في الدوار اللي خرج منه، بقى عنده شي عمو شي مرت عمو داكشي مشاو لهم للدرك الملكي، ما جاش عندنا ما جاش. يلا ما بقاش بان. داز يوم على يوم ودازت ايام ودازت ايام ودازت ايام كثيره، كبروا البنيات، دازت 20 عام 20 عام، ودوك البنيات كبروا ودوك البنيات تزوجوا بجوج، تزوجت الاولى وتزوجت الثانيه. شوف حسب هضرتو تيقول هو الحبس وفي المحاضر بان البنات شافوا داك الشيء، وحده عندها عام وحده عندها 3 سنين وكبروا وتزوجوا، تيقولوا تقريبا تناهز 20 عام، تناهز بحال نقولوا واحد 23 24 20 هكا، وتزوجوا دوك البنات. امهم بقات مسكينه، ديك المراه بقات تما خدام عليهم، تخدم في الفلاحه، في ديك العمال الفلاحيون تخدم في الفلاحه، معيشه ديك البنيات تكبروا تتزوجوا. هو مشى واحد النهار، شوف شحال قلنا دابا تناهز 20 عام، واحد المراه في واحد السوق فاس، واحد السوق فاس دايزه وسط السوق، تيبان لها واحد الراجل عنده واحد اللحيه كبيره دار واحد النظر تيبيع البال، جات تتقلب داك البال وتهز عيني فيه، وهي تعرفو، ولكن باش عرفاتو هاد المرأة هو الدوار ديالها، وهي عارفه ديك القصه ديال القتل اللي داروا فعلوا كذا عارفه، لان الدوار مجاور للدوار، عارفه وهي تتعرفو مزيان، وعارفين الناس شي ناس تيهضروا فيه، تيبغوا يهضروا فيه في غيبته، بحال شي واحد حنا غير تنقول نمثلوا عرج في سميتو تعيطوا ليه دريس، وبغيبته تعيطوا ليه العرج، شي واحد عمى في قدامه تيسميو سميتو سيدي محمد، ومتعيطوا تقول لي راه هو جاي العمى، هو كانوا في غيبته تعيطوا ليه بصبع، حيت عنده واحد الصبع ناعس، واحد الصبع ما تينوضش، لما تيطلق صباعه واحد الصبع تيبقى ناعس في صباعه، تعيطوا ليه بصبع ديال هكا يدير، تعيطوا ليه بصبع. وشاف صباعه وشاف واحد الحلقه عنده في يديه، هو معروف ديك الحلقه هي اللي كانت سبب صباعه في واحد الحادث وقع ليه، تحركت يديه ومات ليه واحد صباع هكا، شافت الحلقه بقات تشوف فيه وسمعت صوته وعرفته هو. وديك المراه ما هضرتش معاه وما تكلمتش معاه في السوق، ما سولاتوش، ما قالت ليه حتى كلمه. مشات عند الدرك الملكي، مشات مركز الدرك الملكي، قالت لهم سيدي واحد السيد تنعرفوا في واحد الدوار مجاور للدوار ديالنا، تعرفوا مزيان وكبرنا تما وعرفناه وهذا وتعرفوا مزيان، وراه قتل مراته، قتل نسيبته، ذبح نسيبته، وتعرفوا ذبح نسيبته، ومن نهار ذبحها هرب ما بانش. قال لها فين هو؟ قالت لي ما هو في السوق كاين. متأكدة سيدي. مشاو عنده، السلام عليكم، السلام بخير، كي انت لاباس بخير كذا كذا، لاكارت ديالك، لاكارت ناسيونال ديالك، هو يعطيهم لاكارت ناسيونال. منين جاتو لاكارت ناسيونال؟ السيد لما قتل مراتو مشى فين؟ هرب لفاس وسكن في فاس وبقى خدام في فاس ودار لاكارت ناسيونال فاس، صوب لاكارت ناسيونال فاس. والاسم ديالو هو شنو كان سميتو؟ كان سميتو علال. واش دار سميه جديده؟ سمى راسو سعيد، السي سعيد سمى راسو سعيد، هو كان سميتو علال، السميه اللي كانت عنده في الدوار علال، والسميه اللي صوبها زورها سعيد. وتزوج واحد المراه وبنى واحد الدار فيها كراج وفيها برومي ودوزيام، وولدات بعد كامله 2 دراري، وخدام ودار الكاميو تيهز به البال، ولا تيبيع البال في الجمله، ولا معروف في السوق تما، ولكن عمره ما جا النواحي ولا السوق ديالهم لهاد الجهه.
واللحيه مغبره كبيره اللحيه، والنضاضر ديال النضر، والشاب على راسو بقى مخبي تما حياته تما هانيه. جابوه الجندار قال لي هاد لاكارت ديالك هادي فين ساكن انت؟ عمرك صوبتي لاكارت قبل باش يشوفوا واش كاين شي ادرس عنده قبل ديال الدوار ديالو؟ قال من لا سيدي، اول كارطه صوبتها هي هادي، عمري ما صوبت لاكارت انايا. مجوج فين ساكن؟ هنا فاس. قلت له ديس عندي يا سيدي. قالت لي ما سيدي هذا راه هو علال. لا الشيطان اش من يقول علال؟ لا قول استغفر الله، قول استغفر الله. سيدي ها لاكارت ديالي شوفوا، واش انا سميتي علال؟ واش الدوله غتصوب لي كارطه فيها علال؟ والله للشيطان. انا سميتني يا سيدي سعيد، تعيطوا لي سعيد، الناس كلهم تعرفوني سعيد، وانا بيا راني معروف الحمد لله بوليداتي، عندي المراه ديالي وعنده كذا وعنده كذا. وكان خدات شي مراه حتى هي بنت عائله مدوره شويه، كانت مطلقه وتزوج بها ولد معها جوج ولاد، وطلقت هي على الاولاد، ومتزوجات هو تزوجات، هي كانت مطلقه على الدري ما ولداتش، ومن تزوجات به هو ولدات جوج ولاد معاه. علموا المراه يا راجل مشدود، جات عند المراه قالت لي بالسلامه، قلت مالو سيدي؟ قال لي عنده واحد المشكل غادي نمشيو نبحثوا معاه، راه اش تيقول كيفاش تيقول سيدي؟ راجلي ما كانش مجوج سيدي، راجلي كان مجوج واحد السيده تعاود ليا بالعرف وولد معها بنيات جوج وطلقها غير بالعرف ماشي كذا كذا. قال حنا غنمشي نشوفوا هادشي. درك الملكي داروا القوانين ديالهم، اشعار وكيل الملك وداكشي، وانتقلوا معاه الدوار ديالو الاصلي، مشى مع الدوار ديالو والرام والمراه اللي كان مجوج الاولى. قال لهم سيدي المراه الاولى زاد ديك المراه هي سيدي كان مجوج بيها اولاد، تعطيني حتى حاجه سيدي جوج بنياتو، تعطيني والو من نهار يطلقنا بجوج الاخرى في ذاك الدوار راه تزوج بها، راه تزوج وحده، سمعنا الله اعلم قال لك ما عرف ضربها ولا الله اعلم سيدي، قلت لها ولا ما عرف. وانا سيدي قال لهم كما قال لك واحد السيد تعاود في الحبس، قال لهم هذيك الاولى جاو عندها باش يبحثوا معها، اش تشكي تقول لهم هادو الدراري خلاهم نهار خرج ما عطاني والو حتى حاجه، خلاني واحد مع الدرهم كبروا الحمد لله بلا بيه، هذاك راه كذا كذا. قال لهم نهار ضرب بيا الفاتحه هذاك الشيء اللي كان غيعطيني ما عطاش ليا، بقى اليوم غدا وتزوج بيا ومشى، ما عطانيش حتى دهازي، ما عطاش ليا. مسكينه تزوج بها بالفاتحه ما عطاش حتى داك الشيء اللي خصو يعطي هذاك اللي تنقولوا حنايا الداز ديالها ولا الصداق ديالها، حتى الصداق ما عطاش ليها، باقا عاقله مسكينه شي صداق ما عطاش ليها، ما عطاش. قال لك خلال التعاود تعاودوا هذوك بحال داك اللي تيقولوا في دار الكاغيط، بقى في دار الكاغيط، هو كاع ما كندير بها الكاغيط. انا غنهضروا غير هضره اخرى، ندوزوا لواحد الجهه اخرى نهضروا على الكاغيط. هذا الكاغيط هو العقد اللي كاين دابا. ديك الساعه كان دوك الناس تزوجوا كما قلنا بالعرف، حنا تنهضروا على الكاغيط دابا. كان الكاغيط تيديروا الناس ديك الدهاز الصداق، تيقول لك عطاها، تلقى عطاها مثلا 500,000 فرنك وبقى بذمته ما قدر وقدا. شي واحد تيجي يتزوج شي وحده تيجي يطلبوا الصداق، داك البيع والشراء ديالنا حنا في الزواج، تيقول لك اسيدي عطاها مليون ومليون بقى على ظهر الكاغيط، عطاها 500,000 فرنك و100,000 خلى على ظهر الكاغيط، عطاها دبليجو 60,000 ريال وخلى شرتله ومليون على ظهر الكاغيط. انا خليت على ظهر الكاغيط، انا خليت واحد ظهر الكاغيط والله ما عقلت مع شي 2000 درهم 3000 درهم، ما كملش 5000 درهم. نهار بغيت نتزوج انا مشاو معايا العائله وشي وحدين غيخطبوا، ديت مع واحد البوليسي تا هو غيخطب معايا، داك البوليسي باور تعرف داك الشيء الخطبه وداك الشيء ديال هذا وهذا، هو بقاو تيقول لا الصداق ما الصداق، وانا كاع ما عندي فلوس كامله زعما داك الشيء اللي بغاو هما. قالوا هذاك الشيء اللي بقى يديروا على ظهر الكاغيط، لا باقي على ظهر الكاغيط دابا نيت، شحال واحد مخلي على ظهر الكاغيط ماشي غانا، هذيك ظهر الكاغيط اش يديروا ظهر الكاغيط؟ مطاولين هاد العائلات المغربيه عندنا، تيقول لك تزوج بها ودار لها 3 مليون ظهر الكاغيط، زعما ضمان هذيك ظهر الكاغيط ضمانه باش ما يهربش يبقى مزير ديك 3 مليون باش ما يعلقش. كان تيخلي 1.5 مليون، كان تيخلي 2 3، تقول بغيت يطلقها يعطيها كذا ويعطيها داك الشيء اللي بقى ظهر الكاغيط باش يزيروه. انا خديت غير شي حاجه قليله، كون بغيت نسلك لهم شحال خليت 2000 درهم 2500 درهم، باقي عليا دابا شحال باقي دابا ندخل للدار ونجبد الكاغيط، والله الا باقي شحال باقي دار الكاغيط. على اي مشاو عندك امراه
شويه شويه ما قالت لي ما سيدي راه كذا كذا، وبغيت لكم نبداو مع الدوره الاولى، ولكن الدوار مع الدوار تعرفوا جابوا الجدرميه كذا فلان، علال جابوا علال ما علال، علال هو تيقول سعيد، وما يديو عند مرة اخرى يقتل امها وما يمشيو. جاو تما قال لها عرفتي هذا؟ بقات تشوف فيه قالت لهم علال، هذا علال بقى بالحياه علال، امرتو هذه الثانيه عرفاتو، قالت لهم علال اصبعو باين لك الحرقه وكل شيء فيه ديال علال، صوتو وجهه وخا ديك اللحيه وداك الشيء اللي دار ما كلاش مع العيالات بجوج. قال لها كيفاش وقع سيدي؟ قالت لهم هذا راه قاتل لي امو يا سيدي، راه فين قتلها ليه، وراه الجدرميه ديالها ديال هذوك الجدرميه اللي جاو معاه. مشاو لعند الدرك ديال ديك اللي تابع داك النفوذ ديال ديك المدينه، وجابوا ديك المسطره الاولى فيها محضر المعاينه وداك الشيء كله ديال ديك الجريمه، وعلموا ديك المراه قال لي غتجي انت وبناتك اللي تزوجوا بناتو تجيو عندنا. ومشات عند المراه، البنات تيقولوا حنا وحده تتقول ديك اللي كان عندها 3 سنين تتاكد ان ما يمكنش تنسى، تتاكد بانه كذا كذا كذا، ولكن خلال الحادث هي واختها مولاة العام وعائلتهم وداك الشيء القصه حفظوها وهم كبار، حفظوها مزوجين وتاكدوها هذا بانا هو اللي قتل جده، هذا بانا وقتل جده، هذا بانا. يلا السيد دار بنكره اش تيقول هو؟ تيقول سيدي انا سميتي سعيد، انا سميتي سعيد، هذه سميتي هي اللي تعيطوا لي علال، تعيطوا باش ما بغا، عيطوا علال ولا عيطوا بوسلام ولا عيطوا اللي بغا، انا راه في السوق كلها اش تعيط ليا، شي تعيط ليا بوصباح، شي تعيط ليا دريس، كانوا يعيطوا لي بهذه السميه، انا معيط لي بهذه السميه، شوف هو سميت جدهم ولا خوهم ولا هذا، ولا كانوا يعيطوا لي بها. انا سميتي سعيد، انا سميتي سعيد ما سميتيش علال، ولا كانوا تعيطوا في الدوار علال، انا اش غندير لهم؟ اللي بغى يعيط علال يعيط علال، سميتي صحيح السميه والديه هي سعيد. الجدر ما يعرفوا بانه كان سميتو علال، عرفوا ان ديك سعيد عاد تصاوب عليها لا كارت ناسيونال، بدا ديك باش تزوج وباش دار داك الشيء، ولا ترك غير الزواج مع المره الاخرى فيه سعيد ديال لا كارت ناسيونال، حيت هي اللي دار معها الكاريت، تا الاخرى ما دارش معها الكاريت الاولى والثانيه، هذاك الزواج العرف سيدي في المشاكل. وقدموه للمحكمه بشهاده ديال مراته اللي كان مزوج بها، وبشهاده ديال بناته بجوج هذوك اللي كانوا صغار وشافوا ديك لاسين. مرتو دخلت عليه محامون تيقولوا واش هاد البنات اللي عندها 3 سنين وهذه وحده كانت عندها عام واش يعتدوا بها؟ ومرتو تقول لهم انا جيت لقيت امي مقتوله، وتيقول لا سيدي انا وقع لي مناقشه مع نسيبتي مع هاد المراه ديالي، تناقشت هزيت حوايجك الله يعاون الله في حالتي، هادشي اللي وقع ذاك النهار. انا باقي عاقل، ولكن باش تقول لك انا قتلت نسيب ديك الساعه باش هزيت حوايجي، قال لا انا هزيت حوايجي قدامهم، هزيت حوايجي وهزيت هذه وهزيت هذه قدام رحت باش مرتي ساكنه، الله يهنيك انت ولادك ما ندورش بك. انا خليت بناتي الصراحه، خليت بناتي مع الاولى وخليت بناتي مع الثانيه، حقيقه كان خصني نبقى معاهم حقا وهذه وهذه، ولكن مشيت في حالاتي يا سيدي، صافي ضاقت بيا مشيت في حالاتي. مشيت وكتب الله هذاك الزواج تزوجت هذه 20 عام ولا 23 عام، وانا واش غنقتلها انا؟ لا اش غنقتل نسيبتي اش بيني وبينها؟ وبقى شاد في الانكار، وقدام قضيه التحقيق عام ديال التحقيق هو شاد في الانكار، كل شيء ضده الانكار، وداز المحكمه ودوز المحكمه عام ونص، شوف عام ديال التحقيق وعام ونص بنقدموا قضيه التحقيق دفعوا المحكمه دفعوا بادانه، والمحكمه قدام المحكمه بان قضيه التحقيق الادانه شرحوها، الادانه هي تيقول هذا هو المجرم هذا اللي قتل، وقدام المحكمه بقى دارها بالكراه المحامي ديالهم محامي خدمته هذيك، تيقولوا هاد الشهاده ديال البنات اللي كانوا وحده عندها 3 سنين وحده عندها عام لا يعتدوا بهم، واش هاد البنات كانوا في هذا الوقت يعقلوا هذا العقل هذا؟ الا الصغيره العقل ديال عام ديال 3 سنين راه شافت ومجات مره قالت لها، تقول لها ماما بابا ضرب هذيك، حتى مثلا تقول البنات قالوا لي شكون اللي غيقتلها علاش غيقتلها؟ واضطرت المحكمه استدعت ناس من القبيله اللي جاوا من القبيله اللي تاكدوا هذا هو علال، ناس جاوا شهود هذا هو علال، وتاكدوا في ذاك النهار هرب هو القاتل، ما فيها لا هذه لا هذيك.
ذاك النهار كل واحد فاش شافوا الحاله شافوا فيه هذا شافوا الزبالي غادي تيجري، الاخر شافوا دار هذه، ولكن تاكدوا هذا سميتو علال، وهذا هو اللي مطلق المراه في ديك الدوار، ومطلق المراه في هذا الدوار، ماشي تزوج المراه في ديك الدوار ولد معاها جوج بنات وخلاها مسكينه رماها، وجا لهاد المراه ولد معاها جوج وما دارش معها الكاغي، دار بالفاتحه، هو اللي قتل هاد المراه هذه. كلشي الادله رغم ذاك الانكار ديالو، رغم بانه ما قتل شيء، هز غا حوايجو حقا ومشى تخاصم معاهم ومشى، وداك التخربيق كامل ما يمكنش جوج بناتو غيتفقوا مع امهم وهذيك ما نقتلها يقول لها قتلها شي ماشي ما قتلهاش هما تيقول قتلها بانا قتل جدها، وامهم تتقول راجلي قتل امي، وفي ذاك النهار هو يطير ويجيو الدرك الملكي في ذاك النهار الجريمه وما يجيش، وفي ذاك النهار كان يديروا ويزيد. هذه غريبه. ولكن واحد النقطه نقولوها، هاد السيد كانت عنده شاحنه وكان تيمشي بها للسواق، الوثائق ديال الشاحنه، راه كان عنده شاحنه هو، الوثائق ديالها هذيك الشاحنه اللي كان تيقول لهم المره الثانيه ماشي المره الاولى، المره الثانيه دار بيكوب، المره الثانيه دار بيكوب وتهضر مع واحد الدراكي، قلت له دار بيكوب مع المره الثانيه وبدا تيخدم بها. ديك البيكوب عندها وثائق، عندها قال لي عمرها ما كانت ديالو، كان دايرها في سميتو عاد خينا مشاركه معاه، ولكن دايرها في سميتو حيت هو ما عندوش بيرمي ما عندوش لاكارت. يمكن دزتو بويسكو عنده بيكوب، كنت دزتو من البيكوب سولتو على البيكوب غتلقاو الهويه، بقاو عنده شي كارت ناسيونال اخرى قال لي عمرو ما دارها. كان ولما جا فاس عاد دار الكاميو وعاد دار البيرمي حيت عاد صاب لاكارت ناسيونال، من جا فاس عاد صاب لاكارت ناسيونال، وهي ما يطير وهي ما يتلوى وهي ما يكذب على المحكمه، وتحكم ب 30 عام. تحكم ب 30 عام ومسى للسجن، دوز جوج السجون، دوز السجن ديال سوق الاربع، كان فاس تعتقل فاس وجا من السجن فاس سوق الاربع، سوق الاربع جا السجن ديال سنطره، هادو منين داز العقار منين داز، تحكم ب 30 عام. لما تحكم ب 30 عام بقات تجي عنده مراته، وتتشوفوا شحال ولا في عمره، ولا في عمره 80 عام، 80 عام ولا في عمره باش تعتقل، ولا في عمره 80 عام، وتجي عنده هذيك مراته ديما تتزورو وتتهلا فيه، ومرات تجيب ليه ولادو يشوفوا، مرة هذا ولادو تما كبروا. ولكن واحد النهار جات عنده وقالت لي واحد الخبار، قالت لي ودي راه مع المحامي ومع هذا ومع كذا، قال ردوا بالكم راه غتقدروا تخلصوا لهم الديه، هذاك نسيبك اللي قتلتي، لان دابا تبتوا عليك الجريمه والتحكيم 30 عام، غادي يديروا الديه، والديه ملي غتخلصها غياخذوا الدار اللي عايشين فيها حنايا، ولا طول الله العمر خرجتي نتايا بالعفو انا غنجري ما غنجلسش، غنجري عليك باش تدوز في العفو بالنسبه ديالك وديونا الدار. قال شنو الحل؟ قالت لي هو اعطيني باش الدار تولي ديالي، باش سميتك، اكتب لي هاد الدار بان الدار في ملك الزوجه ديالي، قال لي الدار في ملكه، لان طرفوات المساطير عنده حق، واخا سجين عنده حق تيمشيو تيديوه، تجي المراه تيجي المدير السجن وتيجيبوا الناس اللي مكلفين بالكتابه، وكتب المراه بان الدار في سميت مرتي وديالها ملكها لها. ومرتو هذيك اش دارت؟ سكنات في ديك الدار وبقات تجي عنده مره ولا تطلع لي ما تجيش بزاف، تتولى الشغل قليل وانا ما عنديش وانا كذا وراه تنتحرك هكا وهذا وندير شي بيعه وشريه وندير هذه، ما بقاش عندي كذا تبقى تجي عنده مره في الشهر، ما بقاش تجي عنده بالمره. واحد تشد واحد الدري ولد حومتو ديال فاس، تشد وجابوه للحبس، سنطره قريت معاه، لا لاباس بخير لاباس انتم كذا. ونقول لكم واحد النكته، ولاو الدراري تيعيطوا لي في الحبس والسي سعيد، تيقول السي سعيد شريت بهذا سعيد، علال سميوني علال السميه الاولى، هاد سعيد جابت لي غير النحس، جابت لي غير المصيبه،
ومشى تيقول لي الله ودي با سعيد، انت السي سعيد ماش من سعيد، عيطوا لي علال سميتي الاولى، عاد رجع سميتو الاولى. هذاك الدري جا تعرفوا بسعيد، انا با سعيد لاباس بخير كذا، كيدير شويه هذا، وانا ما كنتش غنلقاك هنا، الاخر تا هو جاي مشدود على شي موتيف. وقال لي كيدير الدراري كيدير، قال لي هذا المراه تحولت من حدانا، مني باعت الدار مشات تحولات. قال لي شنو؟ قال لي انا مرتك ما عرفاش. قال لي لا باعت الدار تحولات من حدانا. فين ولات؟ قال لي ما عرفت. طيب قال لي لا قطعت لي التليفون هاد الايام، بقات تزورني ما بقات تجي عندي ما والو. قال لي باعت الدار. انا نقول لكم هاد القضيه، الدار تباعت وتاكد منها، بغيت تاكد. مرة مبقاش تجاوبو في التليفون، مبقاش تهضر معاه، صافي في الدار اتاكد. با علال ولا با سعيد ما عرفتش اصلا، با سعيد حسن نسميه با سعيد من سعاده هادي. تاكد مسكين من ذاك الخبر بان الدار مشات، ولا وسط الحبس تيقول المساجن ونخرج نقتلها ونخرج نقطعها ونخرج ندير ليها ونخرج والله يا ابوها. ما خرجش. من 3 شهور، من 3 شهور هو مريض في الحبس. 3 شهور من نهار جا ديك خينا وجا داك الخبر، 3 شهور ومات. مات في الحبس بعد ما دوز 11 عام، من 30 11 عام دوزها. بعد ما المرأة جات عنده الحبس توصل 9 سنين وهي تجي عنده، والعامله الاخرى ما بقاش تجي عنده، قطعت عليه التليفون. تما مسكين ولا عايش مع دوك المساجن تما، وهذا مع راجل كبير 80 عام والحياه يصلي وعايش مع دوك المساجن وديما تيقلب، وما بقى تيجي عنده حد الحبس، بقى عايش مع الحبسيه. ولكن ديك الضربه ديال داك المسجون ديجا قال ليه المراه تحولت من حدانا وراه باعت الدار وما عرف فين مشات، والتليفون تقطع عليه مسكين. ديك العامين دوزها في العذاب، ومرض ديك 3 شهور الاخرى فاش جا لقينا علمو ومات توفى. شنو استفاده من هذه الجريمه هذه؟ الاستفاده هو داك الزواج العرفي، داك العرفي زواج الفاتحه. زواج الفاتحه تيدير المصائب، وهو دار المصائب، هو دار المصائب المره الاولى، المره الثانيه ما خصوش يبقى زواج الفاتحه. الفاتحه العرف وتزوجها عرفي ولا تزوجها الفاتحه لا خصو تحيد. حنا واحد الدوله وصلنا لواحد المستوى ديال ما يبقاش يتسمع عندنا في هذا الشيء في البلاد، ما يبقاش يتسمع لا في القرى ولا في المدن في البوادي ولا هذا ولا هذا. واللي يجي عند شي وحده ويقول لي انا غنتزوج زواج بيني وبينك غير عرفي، غنصبوا احتيال. كان لا عرفي لا محزنون، غير كذوب. هذه من جهه. من جهه شنو غنستافدوا الثاني؟ شوف الدخول ديال الشبوق ديال النسيبه، من تدخل تتولي تازر بنتها، ولا النسيبه تتازر ولدها، تبقى شاده في ولدها. توصي على مراتو عندك دير لك عندك تفعل لك وتثبت راسك، ماشي تبقى تفعل لك فمها، يا خارج معها تضحك معها بخرجها مدخلها بخرجها مدخلها. ولا البنت تبقى تهضر مع امها تخرج على نسيبها وتوريها، ولا تعيق نسيبتها تولي مصيبه. الا عقل المراه بان نسيبتها عجوزتها تتلعب ليها مع راجلها، تتولي ضدها، تتمنى لها الموت تتمنى لها، اكبر امنيه هي الموت تتمنى لها. ولا الراجل عاق بنسيبته تدخل ليه في هاد الشبوقات بينه وبين مراته، تيبقى يتمنى لها الموت. خاص النسيبه ولا العجوزه كما تنقولوا تدخل السوق راسها، خلي الراجل وديما تنقولها مع مراته بيناتكم بيضاوه بيناتكم. كانت واحد السيده من العائله مسكينه الله يرحمها وعندها البنات مزوجات، وكنا تنعرفوا على هذه الكلمه فين ماتت شي بنت دازت مع رجل تجي عندها تقول خرجي عليا بيناتكم بيضاوه. امي فلان هضري مع بنتك بيناتكم بيضاوه تيقولوا الناس اللي ماتت. لا الراجل مع مراته خدم براسهم. انت شتيك ما بقات حاميه بنتها حتى ولا بغى يخرج ما خرجش يخرج تطب فيها. لا نتمنى والله هذه الحلقه تعجبكم، نتمنى والله نكون استفدنا شي حاجه منها. والله يرحم ذاك السيد على اي حال، الله يرحمه، وراه خدا العقاب ديالو مسكين، العقاب ديالو مدوز 11 عام ديال الحبس، فيها 3 شهور ديال المرض لا خو لا رحيم لا حنين الا ديك المساجن مساكن تيعطفوا عليه حتى لقى الله ومشى في حالته. وديك المراه داك التدخل ديالها هو حتى هي سبب ليها في هذوك البنات كبروا يتامى، لا الاولاد كبروا يتامى ولا الثانيات كبروا يتامى. نتمنى الله يكون هذه الرساله وصلت، كنا نستافدوا من هذا الشيء هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.